السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الاخ سامح خويا بيع على باس. وعليكم السلام، تفضل اخي. معليش نعطيك بعض الاسئله وجاوبني عليهم بكل فصاحه وبكل اريحيه اخوي العزيز. بكل فصاحة ونعم وبدون قهقهه ولا بكل فصاحه، فصاحه اللسان. بدون تعطيك قهقهة. نعطيك بعض الاسئله، عندي بعض الاسئله متى أنا قهقه متى قهقهت انا؟ راك تقهقهت الان اخي الكريم، يا هذا امبوا. يا خو انت اليوم حبيت زعما تجيبها فصيح اللسان بصح تبقى يا خو. معليش الاخ الكريم. طرح سؤالك. السؤال الاول تنفس. صح. السؤال الاول ما هو اصلك الحقيقي؟ هذا ما كان يا اسكو انت اصلك مغربي او جزائري باش نعرفوا راك فاهم. انا من ضواحي تل ابيب خويا. لا جاب له بالاخ، انت اصلك مغربي، راك ضد الجزائر وضد النظام الجزائري باش ترمي الى الشعب الى الهاويه. باسكو علاش؟ نعم انا لو كان هذيك الخطره هذه عندها مده، اني ساعه ننسى. كشفوني بانني من في واحد المدينه بضواحي مراكش اسمها جيجل. صح. مام النطق تاع الكلام تاعك عندك شغل انت تميل الى قبائل تاع المغرب هذوك اخ الكريم. وثانيا الله اكبر، هذوك خوتنا وانا نحبهم على بالك جسمو باسكو انت اصلك مغربي. خاش علاش مام الفصاحه تاع اللسان تاعك والكلام دقيقه خويا برك ندير واحد اللقطه برك. دقيقه هو يقول المغربي تسمى باسكو هو حب يدي الجنسيه المغربيه باش يروح يشوف كاس العالم 2030. ما تلوموهش، وكاس افريقيا 2025 راه يقرب الثاني باش يعطيوه الجنسيه. دونك ان شاء الله هذا ثاني يعطيوه الجنسيه. هذا ناس ملاح، هذا حتى انا حب يردني مغربي باش نروح نشوف كاس العالم. يشتك لا خويا، اول حاجه يطلع ما يقدرش على الجزائر يهضر صح. المغرب المروك كمل خويا المروك كمل اذكار المساء. قلنا وانا في الديمقراطيه حريه التعبير. نعم. الديمقراطيه اخويا اسمع، ما عندهمش الديمقراطيه كي تروح كانش معليش بزاف. علاش كي انا شخصيا تكلمت على المغرب انت شغل شعلت يا كي تروح ما تبداش تنتقدوا منا. كي تروح اسمع، كي روح تفرج كاس افريقيا، شجع المنتخب واسكت. صلي على النبي. علاش كي انا ما ديرش المشاكل. اسمح لي، انا كي حكيت على المغرب انت شعلت شغل سخنت. علاش نعم. علاش ما تحكيش على المغرب؟ يا انت عندك محتوى اكيد خويا ما تقلقش. دوك نولي نحكي عليهم صباح وعشيه. انا معارض تاع النظام الجزائري، نولي نحكي على المغرب. دوك نحكي لك على الظروف المعيشيه، على التنظيم هذا تاع كاس العالم. لازمني ننتقدوا كيفاش ينظموا كاس العالم ويصرفوا اموال. خلينا كاس العالم خويا العزيز. سؤال ثاني. نعم. قضايا التسليح، انا تاني عندي اشكاليات في المغرب. علاش يروحوا يتسلحوا من عند اسرائيل؟ علاش اعطيني بك الميكرو، ما تخليش انا نحكي معاك. علاش يا خويا دركا اسمع، دركا نبعثوك لتحت كما تبعث اسرائيل للجنه. على بالي بالحقيقه يا شلف انت مغربي. لازم صاحبي نكملوا معاك، طولنا معاك. انكرويبل. هذا ناس ملاح جماعه اللي يحبوا يديو الجنسيه نورمال. هذا ما هي الأصوات اللي راهي وجدنا القهوة هذه درك ما كانتش بروغرامي. طلع شوقي شكون اللي راهنا في جيجل؟ راه قال لك جيجل مغربية. قلت له جيجل مراكش، قال لي نورمال. طلعني او يحلف، قول والله اخويا او الدين زعما قبل يقول لك صلي على النبي ويحلف نورمال. سي خونا ميت باش يدي الجنسيه. ان شاء الله خويا يعطيوها لك. انا راني معاك، انا راني نساندك، وان شاء الله اذا تقساوني نقول لهم عطيوها له. ما تكسرش راسك خويا. شوقي هناك أصوات تاني مازالوا الفوق. 4 اليوم 4. مساء الخير، تفضل. عاصنا نغلق لك الميكروفون، ريقل أمورك ومن بعد عاود افتح خويا. نورمال مو راهي كان ماني نسمع فيه والو يعني.
اللي يهضر على الاوضاع تاع الجزائر ينحيو له الجنسيه نورمال. واحد قال له لا ما تحلفش هذا جاري معارض نورمال من شي احنا وعليه برك تما باش ما يتاثمش. مي بون هادو الناس، انت قبيل كاتب حبيبي يا رسول الله وطالع يطيح. عاد قال له شوقي ولد الحومه. واش من حومه؟ في تل ابيب ولا في مراكش ولا وين؟ قول لهم نورمال. خونا يونس اذا تحب افتح الميكروفون بركا كي تريق امورك. وي شوفي، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، واش تفضل. خويا صافا؟ الحمد لله. الحمد لله. شوف انا نبغي جيجل مليح، وعشت في جيجل إيه. تقريبا عامين، فوت الخدمه العسكريه تاعي تما. دونك انا كاين شي امور نتوافق معك فيهم، وكاين شي امور نتعارض معك فيهم. كيما هذا السيد اللي طلع دروك قبل بدا يحكي على المغرب على الاخر، تعرف باللي انسان راه مريض بالمغرب. حنا عندنا السياسه تاعنا في الجزائر دائما نعلقوا الاسباب تاعنا بالمغرب، دائما عندنا مؤامرات، دائما عندنا امور خارجيه وامور هذه وامور هذه. دونك انا كي نشوف اللايف تاعك من قبيله نتفرج، حتى واحد ما طلع ما هضرناش زعما امور تاع المشاكل اللي راهي تعاني منها الجزائر، والمشاكل اللي راهي يعاني منها الشعب، والناس اللي راهي تهاجر من الجزائر وتروح لاوروبا. كما شفنا ما عندهاش يومين 3 ايام السيد هاجر في المفروض من البهران كاين جوج ولا ثلاثه كاين كالكوزان هضروا صراحه، مي وكل خطره نتقطعوا بالناس اللي طلعوا الفوق هذوك الله غالب. دونك هذه الحاجه اللي متوافق معك فيها. باقي نخمم في الناس هذو اللي راهم عايشين في البلاد وواصلين 35 عام و40 عام مش دايرين والو في حياتهم. انسان قاري في الجامعه 7 سنين 5 سنين دكتوراه لا ليسونس ماستر، يتخرج من الجامعه يروح للبطاله. انسان ما عندوش هدف في حياته. شاب في عمره 30 عام، في 30 عام مازال شاب، نقولوا مازال شاب، مي حد الان مازال ما دار حتى حاجه في حياته. تجي تشوف انا في اوروبا انسان في عمره 30 عام راه عنده اونتربريز، راه عنده شركه، راه دار بزاف صوالح في حياته. 18 عام سيخرج من وراه بالاولاد وراه بالعائله وراه اكزاكتومون 18 عام يخرج من دارهم ويبدا ينشا في حياته. حنا في البلاد 18 عام مازال غوريان صغير، مازال بز في عقله، مازال ما يتحل عقله مليح. هادو الناس اللي راهم واصلين سن 30 عام لا خدمه لا افونير لا مستقبل لا حتى حاجه، وتسيبها يقول لك هو مع النظام ورانا مع التبون وتبون دار لنا وانجازات وحنا فرحانين به ورانا باغيين يروح للعهده الثانيه ورانا باغيين هادي ورانا باغيين هادي. الحاجه المشكله هذه اللي مبغاش تدخل لي في راسي، الانسان يخلص 4 مليون في الشهر، في عام ما ياكل ما يشرب ما يدير والو يلم 48 مليون في عام، يلم 48 مليون. هذا اللي لم 48 واش راح دير له في حياته؟ الكريه في الجزائر هي 2 ملايين 3 ملايين، باي يشري لوطو يدير 200 مليون، لوطو التالي اللي دخلوها تاع الشناوه هذيك يدير 200 مليون، والناس دايره عليها لاشين باش تشريها، ولا من السياره لا تصلح، تجي تشوفها بالمعايير الاوروبيه لا تقارن بالمعايير الاوروبيه. يجي يتزوج يصرف 200 مليون باش يتزوج، يجي يبغي يشري دار، الدار التاليه في الجزائر يدير 500 مليون 600 مليون، وهذا يجي في الاخر يقول لك تحيه تبون تحيه عمي تبون. هذه اللي ما هذيك الخطره دايوغ برك باش نعطي مثال على واش راك تقول. واحد طلع معنا يحكي، هو من الداخل تسمى من ولايه داخليه، ما لقاش الخدمه، طلع للجزائر العاصمه 4 سنين وهو يخدم، يسلك الكرا ياكل يشرب. قال لي والله باقيت لي 1200، عنده 1,200,000، 4 سنين خدمه 1,200,000، ما تشري له برك ابونمون في لاصال دو سبور راح في 1,200,000. ابونمون في لاصال دو سبور في الجزائر شحال؟ 400 ولا 300 تما هنا خلاص تما 3 موا ولا، وهو راح له 1,200,000 يخدم عليها 4 سنين، ياكل ويشرب وبعيد على لا فامي تاعو، وكولوكاسيون مع جماعه في الجي في شقه الظروف تاعها مش مليحه. اسكو هاو الحياه تاع الجزائري اليوم؟ هذه حياة الجزائري. من المشكلة أنا اللي ما حبش يتقبلها عقلي، اللي ما بغاش يتقبلها عقلي، كيفاش هذا الإنسان اللي راه عايش هذا الوضع راه مع النظام يقول لك تحية لرئيس الجمهورية تاعنا، وتحية لوزير الدفاع، وتحية لنائب وزير الدفاع، وتحية باسكو ربطوا له الوطنية بأمور غلطة، باسكو هو يظن بأنه من الوطنية لازم يغطي، لازم يسكت، راهم يضحكوا علينا، راهم كاين الأعداء رانا متآمرين علينا. دونك تاني العاطفة هذه تاع العدو الوهمي اللي هي منذ الاستقلال، هذا المسلوب منذ الاستقلال هما دائما العدو الوهمي، كل مرة لازم تظهر حاجة جديدة. حاجة واحدة أخرى كي تقول الشعب الجزائري تقول له عيش حياتك، عم بالو عيش حياتك هي الماكلة ويشرب، ياكل ويشرب ويرقد، هذه عيش حياته عنده.
هو ما راش عارف لو كان يروح يحوس ولا يخرج لاوروبا ولا على بها الجزائر تعتبر حلقه مغلقه مبلين على الشعب تاعنا. سواء في الاخبار في الصحافه في السفر ما يخلوش يسافر ما يخلوه يخرج. ما في الاخبار تاعنا كي نبغوا نحوسوا نعرفوا العالم كيفاش راه عايش نعرفوا الاخبار تاع العالم ما نتفرجوش القنوات الجزائريه. لازم دائما نحوس على القنوات تاع الخارج. لازم نحوسوا على الجزائر. وعلى بالك الجزائر ماهيش بلاد اصلا تاع تكون مغلقه، بلد تاع يكون مفتوح على العالم. تما ردونا كوريا الشماليه هذه هي ثاني اللي تهبلك. الناس ما عندهمش القدره انه يدرك باللي موش هذا هو الوضع اللي لازم تكون في الجزائر مغلقه، موش هذا هو الوضع تاعنا احنا. بصح لو كان يفتحوا لهم غادي يولي هذا الامر ياثر على النظام. يولي الشعب يتوعى الشعب يثقف الشعب يولي يعرف يهدر الشعب يولي يعرف الناس كيفاش يتعاملوا مع السياسه. يولي انا كي نشوف الصحافي مثلا هنا في فرنسا الصحافي كي يهضر مع رئيس ماكرون ولا كي يهضر مع اي وزير ولا تشوفه يتكلم معاه بالارقام وتشوفه يتكلم معاه بالانجازات اللي حققها وواش دار والوعود اللي قدمها. رئيس الجمهوريه لما يتقدم في الانتخابات يقدم عهود اش غادي ندير اش غادي ندير اش غادي ندير. لازم في العهده تاعها الاولى لازم يوفي العهود تاعه. الولايات المتحده الامريكيه تعرفهم عندهم هذيك القضيه تاع 100 دايز 100 يوم الاولى باش يشوفوا الرئيس الالتزامات اللي عطاها في الوعود اللي عطاها يداروا في طريق تحقيقها يقيموه بعد 100 يوم 3 أشهر. بارك الله فيك. هنا في فرنسا بعد سنتين اللي يشوفوه الارقام اللي قدموا والوعود اللي قدموا اسكو حققهم ولا يبدا يحقق فيهم ولا لا. احنا قال لك وكي تقول الارقام برك هذيك خطره وريت لهم فيديو ماكرون مثلا كي الولاد الصغار داروا راح لونيكول كي سقساوه قالوا له انت الراتب تاعك شحال تما الرقم وإلا ريبوندو جاوبهم على الرقم. تسمى من الصغر يكبر ديجا على الفكره من الصغر يتربى كلش بالمعطيات كلش بالارقام. اعطيني كلمني بالارقام وجاوبني واش انجزت بهذوك الارقام اللي عطيتهم. الخزينه شحال كان فيها دراهم وشحال خرجت. هذوك الدراهم اللي خرجوا وين راحوا فسر لي. تجي تشوف الجزائر دخلت 105 ولا 107 مليار ولا قال لك ما نبيش شحال دخلت 107 مليار كي نقسموها نجي قادر نردوا الجزائر خير من دبي في 3 الدراهم ولا خطاب هذيك الخطره كي في البرلمان ام الجزائر لو كان ما جاوش السراقين لو كان ماناش في الوضع هذا هو احنا الخطاب السياسي في الجزائر. والشعب ما على بالوش بهذه الامور. لا ناقص. عندنا مشكل تاع وعي، عندنا مشكل تاع رؤيه تسمى تاع منطقيه المواضيع، عندنا مشكل تاع عاطفه اللي تخلي الناس مثلا اني قلت لك انك تتلاعب. كيفاش علاش النظام يضل يدير في مثلا نظريات المؤامره هذه اللي تضل تخرج. لو كان ما كانش الجمهور اللي يستقبل نظريات المؤامره هذه، لو كان هما ما يديروش فيها للخارج هما ما يديروهاش للخارج ما على بالهم بما هو موجود، على بالهم باللي الامور هذه ترهات. اصلا الدول على بالك الوضع اللي وصلنا ليه صاروا ما يردوش اصلا على بيانات رسميه من وزاره الخارجيه تاعنا، هادو ما يتفاعلوش معاها. ما عندهاش وزن كما قلت انت شحال مره تقول ما عندهاش وزن. لا وزن لا هيبه لا موقف. قالها لافروف على المعايير الدخول للبريكس. لا وزن لا هيبه لا موقف. كي تشوف رئيس الجمهوريه يقدم خطاب صحفي قدام العالم قدام الناس اللي راهم حاضرين الوزراء تاعو والحاشيه تاعو كاع ما يقدرش يقدم لك منطق خطاب باللغه العربيه الفصحى. تشوف يقدم لك امثله شعبيه القطار يتحرك اللي بغى يركب ركب. هذا تاع الجزائر راهي باغي تقلع في الاقتصاد. ونهار 5 جويلية يتكلم بالفرنسيه نهار عيد الاستقلال. نشوف تكلمت انا على الموضوع هذاك 5 جويلية 5 جويلية عيد الاستقلال يتكلم باللغه الفرنسيه. تشوف. وهذا القطار اللي هضر عليه انا بغيت نفهم برك الشوقي بتفهمني. هذا القطار اللي راه يقلع راه من 2019 هو مقلع هو ديماري 2019 قال لك 2020 غادي يقلع القطار هذا 2020 جد قال لك غادي يقلع 2021 عاود 2021 جات 2022 في 2024. المشكله علاش تجبد الصوره تاع القطار اللي تذكر الناس في القطار تاع تامر راست. يعني حتى المنطق تاعهم ما عندهمش منطق. القى صوره القى تعبير مجازي واحد اخر. علاش القطار الناس تفكر مباشره قطار تامر راست المكهرب. بس كون هذا القطار باش تدخل لي في راسي الناس نشوف العالم في تطور ونشوف العالم هارب وانجاز مشاريع وانجاز بنى تحتيه ونشوف اوروبا كيفاش راهي دايره وفي مصر كيفاش راهي تطور في الاقتصاد تاعها وتبدا تهود في الطاقه المتجدده باسكو بداو يستغنوا على البترول والغاز الى